صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني. اهلا بيكم في قناة يوميات عقلية. لو اول مرة تشوفيني انا زياد، ودي قناة يوميات عقلية بقدم فيها روتين اليوم العادي بتاعنا. هنبتدي كلامنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. وحشتوني. بشكر اي حد لسه داخل القناة جديد، بقول لكم شرفتوني ونورتوني، وان شاء الله يومياتي تبقى تحت حسن ظن حضراتكم. ما علينا، يلا. المهم يا ولاد، هنبتدي النهارده في الفيديو. طبعا رجعت لكم تاني بالمعجنات. انا كنت منزله الفيديو ده قبل كده، بس النهارده نزلت لكم بطريقه تانية عشان عملتها بطريقه تانية. بصوا يا ولاد، الاول انا العجينه هحتاج لها بيض، لبن، زيت، خميره فوريه، ملح، ذره سكر. لا مش ذره سكر، ذره ملح وشويه سكر. بصوا يا ولاد، لو انت هتعملوا مقادير الكيلو بيبقى 7 كوبايات دقيق. هتحط لهم بيضتين، وهتحط لهم من كوبايه لكوبايه ونص لبن، على حسب ما العجينه بتاعتك او الدقيق بتاعك ياخد اللبن. يعني انت اعملي حسابك على كوبايه، كوبايه ونص، يعني كوبايه ونص، وشوفي انت هتاخديهم كلهم ولا لا. وربع كوبايه زيت. انا بقول لكم المقادير بتاعه الكيلو عشان انا مضاعفه الكميه. انتوا عارفين طبعا ان انا يعني احنا عيله وكده، هو عندي الدقيق بقى، فمش مش بوزن يعني ولا بعاير، سايبها كده. زي ما انتم شايفين العجينه دي يا ولاد انا كنت عاملاها قبل كده، والعجينه ديت زي ما قلت لكم قبل كده برضو من وصفات الشيف نادية السيد، عجينه طاقية السلطان. وانا كنت عاملاها معاكم قبل كده برضو في فيديو تاني لوحده. النهارده برضو زي ما قلت لكم انا بعمل يوميات، يعني مش بعمل ان انا وصفات وكده، لا هي اليوميات بتاعتي. فانا اليوم بتاع النهارده كنت بعمل المعجنات ديت. كان عندي بواقي اكل، وقلت اما اعمل المعجنات ديت تبقى سخنه كده والعيال ياكلوا منها. جبت جبن زي ما انتم شايفين كده، تمام. واي جبن بقى ميكس، عندك جبن زي ما انت تحبي يعني. وكان عندي كمان الفراخ ديت، جبتها اقطعها كده وافصصها زي ما انت شايفين. هتيجي بقى واحده ذكيه عسوله اموره كده هتقولي ما بتلبسيش جوانتي ليه؟ بصي يا عسوله يا ست البنات، انا بعمل الحاجه بايدي وانا في المطبخ، وكل 5 دقايق، 5 دقايق كل دقيقه بروح اغسل ايدي. انا بتضايق لما يكون اصلا في حاجه في ايدي. فتمام. انا بوريكي مثلا الوصفه او بوريكي الحاجه. انت يا ست البنات عايزه تلبسي جوانتي وانت بتعملي اكل في بيتك لنفسك لاولادك، انت حره، بس انا بوريكي بس الطريقه. انا طبعا انت مش هتيجي تاكلي الاكل اللي انا بعمله ده، تمام؟ يعني انت لو انت بتقولي لا ايه ده يا مش لابسه جوانتي مش عارفه ايه، مين في ستات البيوت العاديه المصريه بيلبسوا جوانتات؟ تمام. احنا زي ما انت شايفين كده ناس على باب الله. المهم فصصت يا ولاد الفراخ زي ما انتم شايفين كده. ما هو مين هياكل الحته دي ولا مين هياكلها؟ فانا قلت اشغل دماغي كده. بصلايه مخرطاها طرنشات، وطماطميه طرنشات، بصلايه طرنشات، فلفلايه طرنشات، فصين توم، شويه زيت، توابل فراخ، فلفل اسمر، ملح، شطه، بس كده زي ما انتم شايفين. دي كانت شويه جبن كده بس يا ولاد. على فكرة مش لازم يبقى معجنات عشان تعملي الحركة بتاعة الفراخ البايتة دي اسمها فاهيتا بقى او زي ما يحبوها يعني. احنا كنا على طول بنعملها. دلوقتي كل اسم او كل وصفة مطلعه لك فيها اسم جديد، مع ان اهالينا بيعملوها من زمان واحنا بنعملها من زمان، بس عشان بس يخترعوها يطلعوا لك فيها اسم. اهم حاجة لو انت هتعملها بالفراخ يبقى ما فيهاش سوائل خالص عشان العجين. كانت العجينه خمرت وكانت زي الفل زي ما انتم شايفين كده. قعدت بقى مع نفسي كده والعلم الشنا، قعدت اقطعها، قطعتها ترتاح، وبعد كده هخبز. يعني بتاخد كام خطوه. انا هنا بقى بوريكم ان العجينه ديت بيتعمل منها يعني معجنات كتير، اشكال مختلفه، مش شرط نفس الشكل، مش شرط طاقية السلطان زي ما الشيف نادية حبيبتي عاملاها. لا يعني هي ادتني افكار العجينه، وانت بقى شكليها بالشكل اللي انت عايزاه. زي ما انت شايفه كده قفلت عليها نصها وحطيت فيها الحشو، سواء جبنه، سواء فراخ، ممكن عجوه، ممكن شوكولاته، اي حاجه بقى انت حباها. هي المعجنات ديت وطريقه عجينها حلوه يعني لاي حشو، تمام.
زي ما انت شايفه كده اهو، عاملاها زي الباتيه، او زي ايه، زي الكرواسون كده، او اي شكل بقى، يعني مش شرط دي نفس الشكل اللي انت عايزاه، او اللي انا بعمله ده بالظبط. اي حاجه، اي ما تشكليها هتطلع شكلها حلو. بس احنا في الاول وفي الاخر برضو ايه، بندور على الشكل. تمام. بتخلصي بقى الكميه كلها بالشكل اللي انت عايزاه زي ما انت شايفه كده، ويكون محطوطه في صينيه المونيا. اهم حاجه تبقى صينيه المونيا. الالمونيا بتبقى حلوه يا ولاد في الخبيز، وبتبقى جميله كده. بس دهنيها زيت او حطها ورقه زبده، بس الاحسن انا عملتهم في الناحيتين، فدهنيها زيت احسن، مش بتلزق وبتطلع جميله. دهنت وشها بعد ما سبتها ترتاح، دهنت وشها لبن بس كده من غير حاجه، وحطيت عليه سمسم وحبة البركة. دول اهم خطوة يعني. واهم حاجة في المنطقة دي تبقى السكينة بتاعتك حامية، متبقاش معوقة زي السكينة بتاعتي كده. انا بوريكم برضو كم حاجة اهوت، وبوريكم برضو بالجبنة عشان يبقى انت ايه، عارفة التقفيلة ازاي وكده. وانت بقى وانت بتعملي هتخترعي يعني. انتوا عارفين ان ستات البيوت شاطرين وبيخترعوا حاجات. وعملتها قرص عادية هيت، وعملتها زي اللي احنا بنجيبها من الفرن. وفض كام واحده بصراحه يا ولاد، انا كسلت بقى اكمل، قمت قلت ايه اما اجرب كده اعملها عيش من الطويل، واجرب اعملها عيش كايزر. فبصراحه طلعت برضو تحفه. يعني العجينه بيتعمل منها كام حاجه. بص بقى خطوه التسويه يا حبيبتي ما بتاخدش كتير في الفرن. ايه، هتطلعيها اول ما تطلعيها تدهنيها بالفرشه ميه بس، وبعد كده تغطيها باي بقى بلاستيك راب او كيس عاديه او اي مشمع حتى، وتقوم حاطه عليه حاجه تانية عشان بس تطرى. بعد ما تطرى وبقت تحس ان هي طريه وتمام، حته بقى سمنه كده او حته زبده، وتقومي دهنها برضو، بتخلي وشها يلمع زي ما انتم شايفين كده. انا وريت لكم برضو كل الخطوات اهوت، واحده واحده زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لك يطلع من الفرن على طول على طول، دي اهم خطوه عشان ما ينشفش منك. تدهني وشه بفرشه متعصه، يعني فرشه كده فيها ميه، يبقى معاكي كوبايه وفرشه زي دي كده، وتبليها ميه وتعملي تمشي على الحاجه. وبعدين هتحطي المشمع، وبعدين هتغطيها بحاجه تانية عشان تفضل طريه. ده كان الكايزر يا ولاد، شكله عامل ازاي، حلو برضو. عشان تعملي من العجينه دي كايزر ما تخليش ال حته العجينه كبيره عشان تبقى هشه وحلوه كده. انا كنت بجرب في اخر حاجه دول الصراحه، يعني ما كنتش قصدي ان انا اعملهم، بس قلت اما اجرب لو نفعهم خلاص انا هعتمد الطريقه ديت في كله. يعني مش شرط ان انا ابقى عاملاها طاقية السلطان ولا قوقعة السلطان ولا الحاجه دي. شايفين حلو ازاي؟ طبعا هو لسه سخن برضو اهو. يبقى انا كده وريت لكم انا عملت ازاي بنفس العجين. وكده وصلنا لاخر الفيديو. ويا ريت ما تنسنيش في اللايك، ولو اول مره تشوفيني وما اشتركتيش في القناه، اشتركي فيها على السول. تمام كده. وده برضو العيش الطويل اهو، يعني حاجه على قدنا كده، دينا بنجرب وطلع زي الفل، وطلعت العجينه زي الفل وماشيه ودايسه في كل حاجه. ودي برضو اكنها قرص بجبنه فلاحه عاديه خالص زي ما انتم شايفين. بس الجبنه طبعا بتسيح عشان جبنه، يعني جبنه مشكل موتزاريلا على شيدر على حاجات من دي يعني. انت ممكن تعملها بجبنه قريش او اي حاجه تانية. ودي اللي بالفراخ حاجه بصوا منتهى الجمال. ما تنسونيش في اللايك يا عسوله جميله. و بشكركم على حسن استماعكم. مع السلامه.